مشاركتي في معرض الجزائر الدولي للكتاب كانت بروايتين. الأولى صادرة عن دار مصدر المصرية، وهي رواية منام ميت. أما الرواية الثانية فهي رواية الهراب الصادرة عن دار فahrenheit بالجلفة. المشاركة تاعي سبقتها حملة ترويج كبيرة عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وكان انعكاس ذلك من خلال الإقبال الكبير على اقتناء الرواية. بالنسبة لموضوع رواية الهراب، هي قصة حقيقية تروي قصة شاب فرنسي من ديانة أخرى اعتطى في تنظيمات مناوئة للدولة، وحرض الشباب على قلب النظام من خلال الفتاوى المتعددة، وتم اكتشاف أمره وكان مصيره هو الهروب، وذلك يعني كشف أمره بفطنة مصالح الأمن. القصة تعود إلى بداية التسعينات، والمكان هو قصبة الجزائر. نشرت أجزاء مختلفة منها في مواقع فيسبوك وغيرها، فبالتالي كان الإقبال كبير على اقتناء الرواية واكتشاف باقي الفصول التي لم تنشر طبعا. يعني من المفيد أن يستعمل الكاتب وسائط التواصل الاجتماعي من أجل الترويج إلى كتابه ومؤلفاته.